السلام عليكم يا احلى اخوات في الدنيا، وحشتوني. هنعمل مع بعض حاجة حلوة جدا وسهلة جدا. يعني بكوباية من الحليب هنعمل كمية حلوة قوي، وهنعمله بطريقة حلوة جدا. طريقة حلوة، خفيف، هش جدا جدا، طعمه حلو جدا. بجد يستاهل تعملوه. مش بس الكمية دي، ده في يعني نص الكمية دي كمان. ما شاء الله، نص كيلو من الدقيق. عملنا كمية كبيرة جدا، طعمه حلو خفيف هش. يلا بينا على طول كده نسمي بسم الله ونشوف عملناه ازاي. اول حاجة المقادير سهلة جدا وبسيط. عبارة عن ايه؟ كوباية من السكر، معلقتين من الخميرة بس معلقتين كبار، وكيسين من الفانيليا، وبيضة، ومعلقتين او مكعبين من الزبدة. هنحتاج كده ايه، نحطهم كله على جنب، ونجيب البيضة بتاعتنا في بولة تكون ناشفة. اهم حاجة البولة بتاعتنا تكون ناشفة، عشان لو فيها نقطة مية البيض هيبقى زفر معايا ومش هيبقى حلو. ابدا بقى احط البيضه واحط عليها كيسين فانيليا، ممكن معلقه صغيره من الفانيليا، او يعني كيس واحد زي ما تحبوا، بس انا حطيت كيسين عشان يضيع اي زفاره خالص. وبدات بقى ان انا ارب البيض كويس جدا او اقلبه كويس جدا جدا. لازم الخطوه دي مهمه معايا، هي دي كده اللي هتدي طراوه حلوه للدوناتس بتاعي، وهيبقى طري كده، وهيبقى كويس معايا الملمس بتاعه، هيبقى العجينه بتاعتي طريه بسبب الخطوه دي. قلبته كويس جدا جدا او ربيته كويس، ركنته بقى على جنب خلاص. هبدأ بقى اجيب الطبق بتاعي وابدأ انزل بالدقيق بتاعي. طبعا الكوباية هنا مش لازم كوباية معينة، اي كوباية بس نعير بيها كل حاجة. يعني الكوباية الواحدة هي اللي نستخدمها في كل حاجة. انا حطيت هنا 3 كوبايات من الدقيق كبيرة. انا عندي الكوباية دي كبيرة تخينة يعني. طبعا لو عندنا المج العادي اللي موجود في كل البيت، في كل بيت هنحط منه 4 كوبايات او نص كيلو، يعني على حسب ما انتوا تحبوا. حطيت بقى المعلقتين الكبار الخميرة، حطيت كوباية السكر. دي كوباية، انا حاطة كوباية الا معلقتين من السكر. قلبتهم كويس كل المواد الجافة مع بعض، وحطيت طبعا شوية ملح عشان تعزز لي الطعم. وطبعا الحليب بتاعي ما يكونش سخن، انا عايزة الحليب يكون بارد تمام علشان ما يهبطليش الخميرة بتاعتي. قلبته كويس جدا جدا، حطيت كوباية من الحليب وقلبت، ورجعت تاني حطيت نص كوباية من الحليب زي ما انتوا شايفين، وسبت شوية كده. لما حسيت ان العجينة لا كده حلوة قوي، هبدأ بقى استبعد اي حاجة انا بقلب بيها، وهبدأ ان انا اقلب بايدي كويس جدا. الدوناتس ده بقى ليه قصة حلوة كده هقولها لكم. احنا بنعمل، انا كنت بعجن الدوناتس في مطبخي عادي وفي بيتي عادي، بس اختي اتصلت بيا وقالت لي يعني انها عايزاني في حاجة مهمة. خدت العجينة بتاعتي يلا وخدتها وعملتها عند اختي وكان بالهنا والشفا. سبحان الله، انا عاملاها هنا خدناها وعملناها هناك. زي ما انت شفتوا كده، الدوناتس بيحب العجين كويس جدا يعني كده. نفضل نعجن فيها. بصوا هنا انا بوريكم الطبق قد ايه بقى نضيف من العجين، يعني كده العجينه حلوه جدا ومظبوطه جدا جدا معايا. هنا انا بعجنها كويس. كل ما نعجن الدوناتس بتاعنا كويس جدا جدا يدينا نتيجه افضل بكتير جدا. هنا بقى بعد ما عجنتها على الاقل 10 دقايق عجني فيها كويس جدا، حطيت مكعبين الزبدة او معلقتين السمنة، وما تكونش سايحة طبعا. هنا انا عشان كانت في التلاجة الزبدة بتاعتي كانت في التلاجة، فيدوبك اديتها بس ايه حاجة بسيطة كده على النار عشان بس تسخن شوية مش تسيح معايا. هنا طبعا اول ما بنحط المادة الدهنية بتاعتنا بتلاقوا العجينة كده سايلت معانا في كل حتة، يعني تحسوا انها كده لا باظت سابت من كل حتة. لا ما تقلقوش خالص، هي كل ما هنعجن فيها هتتمسك اكتر وهتبقى عجينه لينه وطريه حلوه جدا جدا. زي ما انتوا شفتوا انا عجنتها كويس جدا قبل ما احط الزبده، ورجعت تاني عجنتها كويس جدا بعد ما حطيت الزبده. هنا بقى زي ما انا قلت لكم، خدت العجينه بتاعتي معايا على طول وحطيتها في كيس كده ولبست ورحت على اختي على طول، فاعذروني الاضاءه هناك مش حلوه. وبدأت اطلعها من الكيس تاني عشان طبعا انا ضيعت التخمير بتاعها خالص، وعشان المساحه بتاعه الرخامه بدات ان انا اقطعها نصين، وابدا بقى ان انا اشكلها زي ما انا عايزه. طبعا النص التاني حطيته في كيس ولفيته عشان ما ينشفش، وبدات بقى ان انا افردها. والله بقى ايه دي كده، يعني دي انا قطعتها قدامكم مرتين، لا ده انا كنت مقطعاها ل3 قطع، يعني عاملاها في كيسين اتنين. عملت الكيس الاولاني ودي الكيس التاني. هفردها بقى. طبعا الفرد بتاع الدوناتس ما بيكونش رفيع ولا بيكون تخين، بيكون وسط كده علشان الدوناتس بتاعتنا تطلع كده حلوه ومقلبظه. يعني انا مش عايزاها تكون مقلبظه قوي طبعا، بس انا عايزاها تكون يعني مش رفيعه، تبقى سميكه بسيط كده زي ما انتوا شايفين طبعا.
ما لقيتش قطعت الدوناتس فقطعتها بكوبايه. كوبايه بقى الحجم اللي احنا عايزينه، طبعا ما فيش اي حاجه بتوقفنا. بصوا ما شاء الله انا عملت ميني وعملت كبير، عملتهم كده مقاسات. وبدات بقى خلاص سبتهم، بس بعد ما شكلتهم سبتهم متغطيين في المطبخ نص ساعة. غطيتهم كده بكيس وفوطة ناشفة كده، فوطة نظيفة، غطيتهم قعدوا نص ساعة متغطيين في المطبخ عبال ما يخمروا شوية. طبعا الجو ساعة، هم خدوا شوية وقت يعني عبال ما خمروا. هنا بقى بدأت كده زي ما انتوا شايفين نحمرها بقى في زيت. الزيت ما يكونش سخن قوي، عشان الزيت لو سخن قوي اول ما هننزل الدوناتس بتاعنا هياخد لون على طول، بس مش هيستوي من جوه، هيبقى من جوه كده ني وهيبقى مكتوم، هيبقى فيه عجين كده من جوه. لا احنا لازم الزيت بتاعنا يسخن بس ما يقدحش وما يسخنش قوي. وعلى طول نزلت بالدوناتس بتاعي. الحركه بتاعت المعلقه دي حلوه جدا، يعني بصوا الدوناتسيه اللي هي معوجه دي حالا هتنفش وهتبقى حلوه. وما شاء الله هو قطني جدا جدا، وهتشوفوا حجمه دلوقتي ما شاء الله قد ايه. عشان كده بقول لكم العجينه واحنا بنقطعها، وانا نقطعها رفيعه ولا تخينه، يعني ما تبقى العجينه مظبوطه، ما تبقاش تخينه نقول عشان هتطلع كده مقلبظه كده وحلوه، ولا تطلع رفيعه فتطلع معانا ناشفه ومقرمشه كده قوي، ما تبقاش الطريان بتاعها والاسفنج كده، يبقى الدوناتس بتاعنا مظبوط. لا نقطع العجينه بتاعنا السمك بتاعها ما يكونش زي ما قلت لكم ولا كبير ولا تخينه يعني ولا رفيع، هتطلع معاكم مظبوطه جدا زي ما انتم شايفين. فانا حبيت بقى اغير في شكله، ما عملتلوش الفتحه بتاعته اللي هو من جوه، انا عملت له بس ايه شكل بس، يعني قطعته بس زي ما انتم شايفين. بصوا ما شاء الله الحجم بتاعه قد ايه، ما شاء الله عليه مقلبظه اهي، يعني قطعناها رفيعه وطلعت ما شاء الله عليها العجينه بتاعنا، والحجم بتاعنا مظبوط جدا. يلا بقى خلصناه. وطبعا عشان احط الطاسه التانية او الدور التاني التحمير بتاع الدوناتس برضو بسيب النار بتاعتي تهدى خالص، يعني انا اصلا ما بحط الدوناتس مش بخلي النار عاليه، بخلي النار بتاعتي كده وسط، وابدا ان انا احط الدوناتس تاني زي ما قلت لكم. طبعا انا طلعت اول كميه من الدوناتس، فطبعا الزيت يبقى عندي سخن جدا جدا، لا انا بسيبه يهدى شويه، وبعد كده يعني بقلل النار خالص عبال ما الزيت بتاعي يهدى خالص خالص كده، وابدا احط التاني. بصوا الحركه دي مهمه جدا جدا، هطلعه لكم كده الحتت اللي مقفوله او الحتت اللي هي ما قبتش لسه هتخليه يقب معانا على طول. حلوه جدا الدوناتس بتاعنا. بصوا حجمه لونه بجد حلو جدا، والاضاءه طبعا ظلمه. هنا انا حبيت ان انا اعمله بالسكر البودره، جبت شويه من السكر البودره وبدات ان انا اطحنهم عشان اشكلهم بيه، كان طعمه بجد جميل جدا. لو عجبكم الفيديو احلى اخوات في الدنيا، اوعى تنسوني في الاشتراك في القناه واللايك والشير عشان يوصل لكل حبايبنا واصحابنا واكبر بيكم باذن الله، وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل فيديو جديد اقتصادي من ام البنات. يا رب ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، خفيف وسهل، والمقادير بتاعته بسيطة جدا بس النتيجة بتاعته حلوة جدا جدا. الحجم جميل مظبوط، الشكل حلو جدا جدا، الطعم مش قادرة اقول لكم على قد ايه طعمه حلو. ممكن زي ما انا وريته لكم بشوية سكر بودرة، لو ما عندناش شوكولاتة، انا ما كانش عندي شوكولاتة او اختي ما كانش عندها شوكولاتة تكفي، عملناه بقى بالسكر البودرة وبجد طعمه حلو جدا ما شاء الله. يلا قوموا بسرعة فرحوا اولادكم بنص كيلو بس من الدقيق.